ايام فتره ولايه جوزيه للنادي الاهلي، النادي الاهلي كان ماشي في سلسله انتصارات ما بتقفش لحد لما قابلنا النادي المصري، وساعتها كان عندهم نادر السيد، ونادر السيد عمل ماتش عمره. والماتش ده كان سبب رئيسي انه يجي النادي الاهلي، عشان منه يسخن الحضري ويشد حيله، ومنه كمان ان هو عمل ماتش تاريخي بالنسبه له. ساعتها جماهير النادي الاهلي سقفت للعيبه رغم التعادل وسلسله الانتصارات اللي وقفت، لان احنا ساعتها شفنا ان اللعيبه عملت اللي عليها وبس، ما كانش فيه توفيق مع النادي الاهلي، والتوفيق كله مع الكابتن نادر السيد. وده اللي دايما بنتكلم عليه، اعمل اللي عليك، هات اخرك في الملعب، والنتيجه سواء حلوه او وحشه الجماهير هتسقف لك. وده الفرق بين اللي حصل في ماتش الداخليه واللي حصل في ماتش النهارده قصاد القطن الكاميروني. فالحمد لله والشكر لله مسكنا القطن وعملنا مرتبه حلوه عشان ظهرنا ما يوجعناش. التنجيده يعني اخر حلاوه. يلا بقى بينا ندخل في الحلقه كده ونشوف شويه تفاصيل. خلينا نتفق برضو ونأكد على المعلومه ان النادي الاهلي هو اللي بيعدل المود دلوقتي. لعبت حلو وظبطت الدنيا ودلعت المزاج، هتلاقي كل الناس رايقه. اتمرقعت بقى وما عملتش اللي عليك، بيبقى المود زفت علينا وعليك وعلى كل حاجه. طيب انت بتقول ان الاهلي لعب في معظم اجزاء الماتش النهارده ماتش حلو، عرفت منين بقى يا عم الحاج؟ من غير ما نتكلم في تحليل وتفصيلات والجو ده، بتحس ان اللعيبه كده في انسيابيه، كله بيتحرك. اهم ميزه تعرف بيها ان الاهلي او اي فريق فايق، التحركات من غير كوره قبل بالكوره. لما تلاقي اللعيبه كلها مرصوصه كده وما بتتحركش، وبالتالي الممسوك مان تو مان مش هيعرف يعمل حاجه، بتبقى عاجز على ان انت توصل او تعمل اي هجمه، اعرف ان هي مرقعه لعيبه. انما لما تلاقي جبهات شغاله وثنائيات وثلاثيات كمان، ساعتها بتبقى الباصات حلوه والميس باص بيقل والجمل بتبقى جميله وبتهاجم، ولما تهاجم ما بتستقبلش هجمات، فبيبان ان انت الدنيا عندك جميله كده وحلوه. وده اللي حصل النهارده. طب ما واحد هيقول لي ما القطن الكاميروني فريق يعني على قد حاله، انت جاي تبص للاهلي دلوقتي وتقول لي لعب قصاد القطن الكاميروني؟ هقول لك ببساطه يا صديقي، نفس الموقف حصل قصاد الداخليه. ما الداخليه بيصارع على الهبوط، ورغم كده كنت ممكن تخسر من الداخليه. واول ملامح الجميله النهارده ان كولر استغنى عن 4-2-3-1، الطريقه اللي بيلعب بيها واللي بتجبره ان هو يلعب بمجدي قفشه في مركز صانع الالعاب. ومش هنتكلم كتير عن مجدي قفشه لان شبعنا كلام عليه. المره دي لعب 4-3-3، واللي هو جايب القندوسي عشان يركب فيها، والقندوسي الحمد لله لعب 90 دقيقه وكان احسن ما يكون، ولسه كمان اللي جاي احسن. اللعيب ده هيجي منه كتير جدا. الثلاثه اللي في خط النص النهارده كان اليو ديانج وحمدي فتحي والقندوسي، وخط نصك ده هو رمانة الفريق كله، هو اللي بيظبط الاداء بتاعك هجومي ودفاعي، هو اللي بيقلل شويه مساحات الجري على حمدي فتحي واليو ديانج ويخليهم عندهم طاقه كده ويظهروا في احسن صوره ليهم، بدل ما ترميهم اتنين عريانين كده في نص الملعب مش عارفين يلاحقوا منين ولا منين، خصوصا لو بتلعب قدام فريق مزود شويه العدد في نص الملعب. وبالتالي ظبطت نص ملعبك، شفت بقى تماسك، شفت حريه لعلي معلول ومحمد هاني يزيدوا براحتهم وهم مش خايفين، شفت هجمات قليله عليك فطلعت كلين شيت بعد ما كنت بتستقبل هدف تقريبا في كل ماتش اخر 4 ماتشات، شفت تحركات بدون كوره باريحيه للعيبه، شفت هجمات، شفت لعيبه بتفوق لعيبه. طاهر محمد طاهر كنا عمالين ننتقده كام ماتش، النهارده طاهر محمد طاهر من نجوم الماتش. شفت جبهه علي معلول وازاي التفاهم بينه وبين طاهر محمد طاهر، والاثنين فوقوا بعض. وعشان النوايا جميله والتخطيط حلو، شفت جون في الثانيه 55 من لعبه حلوه من جبهه معلول لطاهر، طاهر يعدي حلوه ويعرض جميله لمحمد شريف، يسند سنده بيمينه ويشوط بشماله، زاويه حلوه جدا الجون ما يقدرش يعمل لها حاجه. وشفت اهميه الهدف المبكر، شفت ازاي بيفتح ماتشات كتيره جدا، وتوقيت الجون ده اهم من الجون نفسه. والله العظيم باللي احنا شفناه الماتشات اللي فاتت، الماتش ده لو كان اتاخر فيه الجون كان هيتعقرب علينا. اول ربع ساعه تحديدا طاهر محمد طاهر كان شكل تاني خالص، عدى بواحده وعمل واحده ار2. الحقيقه طاهر كان مركز كويس جدا، والحمد لله ان هو فاق في الوقت ده، واحنا كل الوينجات عندنا تقريبا مصابه، وهيكملوا كمان في اصابتهم لحد ماتش سان داونز. نتمنى طاهر يفضل في نفس الفورمه دي. شفنا كمان الثلاثه اللي في نص الملعب ازاي بيدوا اريحيه لواحد منهم يزيد جوه البوكس وقت الاوفرات عشان تلاقي زياده عدديه، عكس اللي كنا بنشوفه مثلا في كهربا الماتش اللي فات لما كان مرمي لوحده في نص 4 أو 5 مدافعين. وبالتالي العرضيات بتاعتك كانت كلها خطيره. حمدي فتحي حط واحده في القائم من عرضيه اتلعبت ليه، الكره اللي كانت هتبقى هدف تاني واتصاب فيها محمد شريف. شفنا زيادات القندوسي جوه، والهدف التاني اللي جابه عن طريق تقدم لعلي معلول اللي واخد اريحيه ان هو يزيد، والقندوسي اللي دخل جوه البوكس وحط الكره حلوه جدا براسه بعد اسيست مسطره من علي معلول. شفنا كوره يا جدعان قصاد فريق قليل، قصاد فريق قليل فنيا واقل منك بكتير، بس صدقني ماتشات اسهل من دي بتتعقرب عليك، فيوم ما يلعبوا نقول برافو عليهم. المهم ان الشوط الاول يخلص 2-0، جونين حلوين وطالع كلين شيت. للاسف الحاجه الوحيده الوحشه ان احنا خسرنا محمد شريف باصابه يا رب تكون بسيطه،
وينزل مكانه شادي حسين. يلا بينا نروح على الشوط الثاني. هيجي واحد يقول لي بس الاهلي الشوط الثاني لعب وحش. مش حقيقي، الحقيقه مش حقيقي خالص. الفكره كلها في الدوافع. كولر عارف كويس جدا الفتره اللي بيمر بيها النادي الاهلي، سواء بقى من اصابات، سواء بقى من تخاذل لبعض اللعيبه مش في المود، اللعيبه مش عايزه تلعب، ايا كان السبب. الحاله العامه لفريق النادي الاهلي مش في احسن حاجه. انت طالع بجونين، مأمن الجون بهدف تاني، وماتش 3 نقط وعلى ارضك، ولازم تاخد ال3 نقط دول، ما فيهاش كلام يعني. وفريق القطن خلاص تقريبا خرج كده وما عندوش حاجه يبكي عليها، وبالتالي انا اهم حاجه عندي ان ما يحصلش انتكاسه. ما ينفعش استقبل جون في الشوط الثاني عشان ما صعبش الماتش عليا، لازم اطلع كلين شيت عشان الدوافع النفسيه للماتشات اللي جايه. فكولر لعب على امتلاك الكوره، وتحديدا في نص ملعبه. معظم امتلاك الكوره للنادي الاهلي كان بين رباعي خط الظهر بتاعنا. والحقيقه حتى لما حاول فريق القطن يضغط على النادي الاهلي ما قدرش ياخد منه الكوره، لان الميس باص كانت قليله جدا، والتركيز من اللعيبه كان عالي الى حد كبير. دي كلها مميزات. والله جبت جون ثالث كان بها، ما جبتش خلاص 2-0 حلو وخدت ال3 نقط. ولكن فعليا برضو فريق القطن ما قدرش يوصل عليه غير كوره واحده كده. ياسر ابراهيم سرح فيها شويه بس لحق نفسه، لكن غير كده محمد الشناوي لم يختبر طول الماتش. الفكره بس كمان ان النادي الاهلي ظهر الشوط الثاني مفيش هجمات كتير لسبب خارج اراده مستر كولر، وهو اصابه محمد شريف. هتقولي ازاي بقى يا عم؟ احنا اتكلمنا قبل كده عن شادي حسين، وقلنا ان شادي حسين عنده مشكله كبيره جدا في التحركات لما كنا بنقارنه بكهربا. تخيل بقى ان شادي حسين للاسف هقارنه بمحمد شريف واقول ان تحركاته كمان اسوأ من محمد شريف. يعني محمد شريف رغم ان الكنترول عنده على الكوره وحش جدا والباصات بتاعته مش احسن حاجه، الا ان هو كان دايما يميل على الجبهات، سواء جبهه معلول وطاهر او الناحيه الثانيه محمد هاني وبيرسي تاو، عشان يعمل زياده عدديه ويساعد الفريق ان هو يطلع بالكوره على بال ما حد من نص الملعب يدخل جوه الصندوق. شادي حسين اختفى تماما من التحركات دي، وبالتالي الجبهات اللي اتقفل عليها بزياده عدديه تضطر ترجع بالكرة لورا ومفيش هجمات بتحصل. تخيل بقى ان واحد من اهم الاسباب الرئيسيه للنادي الاهلي ان مفيش هجمات ليه كتير الشوط الثاني هو وجود شادي حسين. تغييرات مستر كولر في رايي الشخصي الى حد كبير اعطاء ثقه للعيبه اللي اول مره تلعب في افريقيا، عشان وارد جدا ان هو يعتمد عليهم في الماتشات الجايه في ظل الاصابات اللي احنا عمالين نشوفها. والنقطه الثانيه يريح اللعيبه الاساسيه اللي عنده، فراح مخرج ديانج وطاهر، اللي طاهر كل شويه يمسك رجله وربنا يستر كمان وما يكونش اتصاب، وينزل مروان عطيه ورأفت خليل، ويطلع حمدي فتحي وتاو، وينزل كوكا ومحمد اشرف. وفي الوقت الضايع اسيست هايل من نجم اللقاء الاول علي معلول بكره كات باك كان ممكن يحطها في الجون اصلا، بس الراجل الاسيست عنده اهم من الجون. يحط واحده ارضيه جميله لرأفت خليل عشان يحط الرايق الثاني جون جميل قوي، وتطلع النتيجه 3-0، 3 نقط ب3 اهداف بلعب جميل بكلين شيت، حاجه عظمه. المهم يخلص الماتش على كده، ويلا بينا ندخل في الملاحظات. الملاحظه الاولى بقى المره دي سؤال حابب بجد اسمع الراي فيه. دلوقتي الاراء بين فريقين. فريق بتقول ان احنا نضحي بماتش المقاولين ونلعب بالناشئين لانه كده معانا فرق مريح في الدوري عشان نريح اللعيبه دي اسبوع كامل لصن داون، ويا ريت نسافر بدري لجنوب افريقيا عشان نعسكر هناك وناخد الاجواء الحلوه اللي هناك دي، عشان الماتش ده مصيري في تحديد مشوار النادي الاهلي في بطوله افريقيا. والفريق الثاني بيقول لا، ان انت ضايع منك الدوري سنتين ورا بعض، ولازم تلعب قصاد المقاولين الفايق جدا الفتره دي وتكسبه كمان، وتروح صن داونز معاك معنويات عاليه ان انت كسبت ماتشين ورا بعض، وتروح تكمل على صن داونز هناك. انت بقى يا باشا معاني راي. النقطه الثانيه ان الاداء اللي شفناه ده هو اللي احنا عايزينه وهو اللي بنقوله. العب برجوله، غير على التيشيرت هتلاقي نفسك بتكسب. لون التيشيرت لوحده وشعار النادي الاهلي كفايه ان هو ينزلك كسبان الماتش على الاقل 30% قصاد اي فريق في القاره، محلي وفي افريقيا. انت النادي الاهلي يا باشا. حتى صن داونز اللي انت خايف منه ده معلش خد كام افريقيا يعني؟ صن داونز بيبنوا فريق مرعب لقدام، واللي زرع البذره دي بيتسو موسيماني، بس بعدين يعني انت معاك 10 افريقيا يا ابني، هم كسبانين افريقيا مره واحده تقريبا قصاد الزمالك. ما تقارنش اي فريق في القاره بالنادي الاهلي. النقطه الثالثه وهي ان كويس ان المرقعه جت في ماتش الداخليه، والنقطتين اللي خسرناهم جايز يكونوا هما السبب الرئيسي اللي فوقونا في ماتش القطن، خصوصا كمان ان انت معاك زباين في الدوري وبيساعدوك. تعادل فيوتشر مع الاسماعيلي وتعادل الزمالك مع بيراميدز خلى الوضع كما كن، فرق النقط زي ما هو، وبالتالي اتعلم من الدرس ومن اخطائك عشان ما يحصلش الكلام ده تاني. النقطه الرابعه بقى، سواء لعبنا بالبودا لماتش المقاولين او لعبنا بالفريق الاساسي، انا خايف من الاعداد النفسي لماتش المقاولين. ده اهم حاجه دلوقتي. النادي الاهلي لما بيلعب ماتش حلو في الغالب لو الفتره ضيقه بين الماتش اللي بعديه بنلعب وحش. لعبنا قصاد ريال مدريد خسرنا 4-1 بس عملنا اداء مميز جدا. جينا قصاد فلامينجو ضيعنا فوز سهل جدا، وكتير بقى مش هقعد اعد الكلام ده. فالنهارده قصاد القطن الكاميروني عملت اداء الى حد ما تشكر عليه. ماتش المقاولين صعب، والمقاولين باصص على
المربع الذهبي، وشوقي غريب عامل تيم حلو جدا السنه دي، وبالتالي يا خوفي من الاعداد النفسي. انا ما عنديش مشكله خالص في الفنيات، وباي فريق الاهلي ممكن يلعب يكسب، الاهلي بيكسب بمن حضر، لكن انا مشكلتي في الاعداد النفسي، واللعيبه لما بتسمع شويه شكر ونجم اللقاء ومش عارف ايه اللعيبه دي بتهبط. لازم الاعداد النفسي للعيبه يستمر في الشحن ليهم، عشان هي دي مشكلتنا الاساسيه والله. النقطه الخامسه وهي نقطه الاصابات اللي ملهاش حل وبقالها سنين خلاص، وانا يئست تقريبا من الكلام في النقطه دي، وخلاص بقى امر واقع. كل الصفقات اللي انت بتعملها انت بتجيبها بس عشان تزود القايمه، لان انت عارف ان على اخر الموسم اللعيبه بتاعتك كلها هتبقى في المستشفى، ومفيش فريق في العالم بيحصل فيه كده. فكون ان انت بتنافس وبتاخد بطولات في خلال الاربع خمس ست سنين اللي فاتوا بالاصابات دي، الكم المرعب ده من اللعيبه اللي في المستشفى، فدي والله معجزه من عند ربنا. النقطه السابعه النهارده، ان لو جيت اقارن جبهه معلول وطاهر وجبهه محمد هاني وبيرسي تاو، الحقيقه لا مقارنه. جبهه معلول وطاهر النهارده كانت فايقه جدا، عكس جبهه هاني وتاو. الحقيقه محمد هاني كان بيحاول على قد ما يقدر، لكن بيرسي تاو ما جاش النهارده خالص. بقى له فتره بصراحه بيرسي تاو يرمي لنا ماتش كده نقول الله اكبر وبيرسي تاو الحلاوه دي، بعدين يتصاب ويغيب ويرجع بعد شهر ونص، يديك 7 8 ماتشات زي الزفت، وبعدين يرمي لك ماتش حلو. كفايه بقى فلوس الراجل ده، وحرام بجد نستغلها في حاجه تانية. واعتقد لو في اي فرصه ان هو يمشي بالتراضي ولا نشوف له بيعه هيبقى مكسب لينا. النقطة الثامنة واهمية ماتش سان داونز، ولازم اللعيبة تركز فيه جدا جدا جدا. عايزين نخلص الماتش ده، لان هو ده رأيي ماتش استمرار الاهلي في البطولة. ما تحطش صعودك في ايدين اللعيبة التانية، عشان ما حدش هيسمي عليك. حتى التعادل نتيجة غير مقبولة، فربنا يسهل كده، وان شاء الله نعمل ماتش حلو ونلعب على قد المطلوب، وان شاء الله يكون التوفيق معانا. النقطة التاسعة واهمية الهدف المبكر. الدور الاول تقريبا مستر كولر كان بيخلص الماتش من الشوط الاول. اللي عقرب معانا الدنيا فكره ان انت بدات تتاخر في ان انت تجيب اهداف، وشفنا النهارده الجون اللي جابه محمد شريف في اول دقيقه في الماتش فتح السكه ازاي. يا ريت اهم جزء يركزوا فيه اللعيبه في الماتش هي اول نص ساعه. خلصوا الماتش بدري بدري هتتسهل على الكل والله. الافضل النهارده في الماتش طبعا علي معلول رقم واحد، يمكن ده احسن محترف جه في تاريخ النادي الاهلي. علي معلول يتحط كده، وبعدين نشوف قائمه المحترفين كلهم. اتمنى كمان بعد ما الراجل ده يعتزل يكون مكانه محفوظ في النادي الاهلي، هيفيدك بشكل ما. بس الراجل ده بيحب الاهلي بجد، واحنا كمان بنحبه. تاني واحد النهارده من نجوم اللقاء طاهر، محمد طاهر، برافو يا طاهر، استمر على كده. وكمان معاهم احمد القندوسي اللي اتمنى اشوفه في الخطه بتاعت 4-3-3 دي في اي ماتش، واتمنى نشوف مجدي قفشه بس لما الظروف تضطرك ان انت تشوفه في الملعب. اما بالنسبه للاسوأ النهارده فهو بيرسي تاو، اللي ملوش اي دور ولا هجومي ولا دفاعي ولا حتى مهارات 1 على 1، يعني صفقه كده حرام. وتاني اسوأ واحد النهارده هو شادي حسين. النهايه الف مبروك للنادي الاهلي الفوز والثلاث اهداف، وما دخلش فيك اهداف والثلاث نقط. نكمل على كده وان شاء الله الاهلي بمن حضر. ده كان كل حاجه النهارده، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. السلام عليكم.